بدأ البوردنج. بس انا بصراحة مش مستعد اقف في الطابور، انا استنى ما يخلصوا واطلع وخلاص. وكده بينتهي فترة الترانزيت القصيرة في الصين. كانت بادئة بداية مش ظريفة بصراحة. ممكن اقول لكم على او نقوله دلوقتي ايه المشكلة. يعني المفروض انا رحلة مكملة، رحلة مواصلة، الرحلات الدولية المواصلة. في مكتب كده بيعديك تقعد في صالة الترانزيت الدولية. فأنا بسأل فين المكان الرحلات المواصلة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم كده الموظفة مش عارفة إنجليزي، بس بتترجم بالموبايل. ماشي. واجهتني على مكتب فوق الدور التاني وقالت لي اطلع واستنى اما الاستاف يفتح الباب. انا قلت يا سلام بقى على التقدم ده، حاجة جامدة جدا يعني. فاستنيت حد يفتح الباب، مفيش مقبض او حاجه للباب. اتاري الموظف مش موجود. وما جه الموظف قال لي لا، ده مش انا، مش المسؤول عن شركه الطيران بتاعتك، في موظف تاني. طب كلم الموظف تاني اورينا عليه. قال لي لا، ما معيش رقم حاجه زي كده يعني، حاجه غبيه يعني. المهم شديت معاه ومش متحرك. وقفت بقى في الطابور، مفروض ورايا ناس. طيب يلا عشان نمشي الناس. قلت له لا، انا هفضل، انا جيت اول قبل الناس ديت وانا مش ماشي. قال لما اجيب له الموظف. يهديك يرضيك بتاع. المهم دق على او رن على الموظف. طب تعالى بقى من الطابور عشان اخلص الناس على ما يجي الموظف. قلت له لا، انا جاي قبل الناس، مش همسى الا لما يجي الموظف، وانت قادر اهوت انك تتصل بيه. تمام. والمهم بدأ بقى هو بدأ يكلم ناس تاني. وبعدين كلم تليفون حد كلمني بالانجليزي. المهم جاد الموظف بس بعد تأخير حوالي ساعة تقريبا. فانطباع اول كده بقى مش حلو يعني. انت واجهة البلد حاطط حد في صالة المغادرة الدولية، حاطط حد مش بيعرف انجليزي، وحاطط ناس موظفين، واحد مش موجود، واحد ساعة ونص تقريبا مش موجود. فالبداية كده مش جميلة يعني. بس بقيت اليوم ماشي حلو. حتى في ورقة استطلاع كده بيقول المطار أبهرك. لا، أبهرني مين يا أستاذ؟ لا خالص. ده البداية ما كانتش ظريفة خالص. يلا هنطلع الطيارة. الدنيا بيز دلوقتي، ما عادش الزحمة الأولانية. وطبعا التصوير كان تخاطيف تخاطيف عشان هنا حساسين جدا لموضوع التصوير ده. بس خلاص احنا طالعين على الطيارة اهوت. تمام. وهذه كانت الصين الفترة القصيرة ديت. فيعني مفروض انا وجهة نظر المتواضعة، المطار ده واجهة البلد. اول حاجة واحد بيشوفها في البلد المطار. حط ناس على قد المسؤولية، مش واحد مزوغ وواحد مش عارف ايه. يعني انا كانت توقعاتي بصراحة عن الموضوع اكبر من كده. بس الحمد لله عدى الموضوع. مع ان مفروض ما زعقش او اشد عشان اخد حقي. مفروض الامور تمشي بسلاسة عن كده يعني. بس الحمد لله عدى على خير، وعدت الفترة على خير. ووداعا شينزين الصين، والى وجهة جديدة ان شاء الله. في فيديوهات صورتها على المطار، بس هتلاحظوا ان هي تخاطيف كده يعني، بحيث ايه، زي ما قلت ان هم حساسين جدا لموضوع التصوير ده. طبعا فوجئت ان نسبة كبيرة جدا من اللي شغالين في المطار ما بيتكلموش انجليزي، ودي حاجة بصراحة غريبة يعني. ف مش عارف، كان توقعي ان الموضوع افضل من كده. كان توقعي ان الصين الموضوع افضل من كده. ده مطار دولي، واكيد في ملايين من الناس عندك في الصين بيتكلموا انجليزي بصورة محترمة جدا. انما عشان اسال اي موظف او حد امن او بتاع من ده ويقعد بقى يطلع لي جوجل، لا يعني ما حصلتش معايا في اندونيسيا ولا ماليزيا ولا. كنت على طول الوقت بتلاقي حد بيتكلم انجليزي. تمام. فيلا احنا قربنا. شوفوا بقية الفيديوهات اللي صورتها في المطار هتلاقيها على القناة، مع الفيديوهات التانية اللي صورتها في جاكرتا وتستنى اعمل حاجة، وكوالالمبور وبالي. وعاوزين نرفع الريتش شوية بحيث يعني
القناة تنتشر اكتر يعني، ولعل يكون الفيديو مفيد او مناسب، او لحد ناوي يسافر او للوجهات اللي انا رحتها ديت. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.